دمشيلي فريقه عموما. القحطاني، ياسر القحطاني وعبد الله العنزي. الركلة الأولى للهلال في المرمى، في المرمى حطها ياسر بخبرته بذكائه بفطنته. الآن حسني عبد ربه سيتقدم لصالح النصر. راح الضغط الآن على الهلاليين إلى النصراويين. حسني عبد ربه هو اللي راح يسدد الركلة الأولى، وعبد الله ستيري في مرماه. حسني للنصر، حسني ضيعها. حسني عبد ربه إلى خارج المنطقة ويسجد لله شاكرا وحامدا على ما حدث في اللقطة الماضية. وبالتالي الآن للهلال الأفضلية، للهلال الأفضلية. سجل من أول ركلة ياسر، وأهدر حسني عبد ربه الركلة الأولى. أوزية المدافع البرازيلي هو اللي راح يسدد. عبد الله سديري نفس حركة محمد الدعيع أيام ركلات الترجيح، لو تلاحظوا نفس الحركة. عبد الله العنزي أو أوزية، عبد الله يهز المرمى، هز عبد الله وأوزية. أوزية بيلعبها في المرمى، يسجل الركلة الثانية للهلال الذي يرمي بكل الحمل على عاتق إبراهيم غالب الآن، ويسجل من الركلة الثانية، يسجل من الركلة الثانية. وإبراهيم غالب في موقف صعب للغاية، موقف صعب للغاية. إبراهيم غالب وعبد الله سديري في المرمى. غالب الليزر 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 على عيون حارس المرمى. ابراهيم غالب في المرمى. الله، حطها حلوه غالب، حطها حول 90 غالب. ومين اللي يغلب الليله من اللي يغلب؟ حطها يا غالب، والله غامر فيها، وداها صوب 90، صوب 90، حطها حلوه. محمد مسعد وعبد الله العنزي. عبد الله العنزي وده يوتر شوي محمد مسعد، لكن المطلوب من الحكم اكثر حسمه في مثل هذه اللقطات. مسعد، هل يسعد؟ وعبد الله في مرماه. مسعد بيلعبها وبيشيلها. عبد الله العنزي، عبد الله يريد ان يكمل النجوميه. عبد الله العنزي يتصدى لركله ترجيحيه، ومن خلالها تاتي الفرصه للنصر عن طريق اليوناني لمعادله النتيجه. الا اذا كان الستيري كلمة. محمد مسعد إذن يهدر ركلة ترجيحية، يهدر ركلة ترجيحية. الآن أنجيلوس بيضيعها. عبد الله ستيري ويقول لي العنزي ما بروحك ولا لوحدك، ترى ستيري موجود. شالها عبد الله ايضا، وعادت الافضليه للهلال. ومحمد الشلهوب الان هو اللي راح يتقدم، هو اللي راح يتقدم. محمد الشلهوب في افضليه ركله للهلال. شوف، اذا الهلال سجل الان من خلال هذه الركله سيصبح قاب قوسين او ادنى من التتويج بهذه البطوله. عبد الله العنزي لا زال يمارس ضغوطه على لاعبي الهلال، ومحمد الشلهوب هو اللي راح يشوت. زلاتكو وين قاعد؟
قعدت المباراة خلاص، ما عاد فيها أعصاب. قعد الريال، قعد الشلهوب وعبد الله العنزي. محمد شلهوب بيلعبها في المرمى، اقترب الزعيم كثيرا لأنه ينتظر من ركلتي النصر إما ضياع وحده وإما تسجيل الركلة الأخيرة، وحسين عبد الغني الآن هو اللي راح يتقدم. حسين عبد الغني، بات الهلال قريبا من السادسة على التوالي للرقم القياسي، أمام الآن من خلال 3 ركلات ترجيحية، ركلتين للنصر، ركلة الهلال، تكون الأفضلية للهلال بدرجة كبيرة جدا. حسين إذا ضيعها الآن قولوا للزعيم مبروك، باركوا للهلال إذا ضيع ومددوها إذا سجل. حسين عبد الغني في المرمى، السلام، حطها حسين. نواف العابد، نواف العابد، ركلة الحسم للزعيم، ركلة البطولة يا هلال، ركلة من خلالها يريد الهلال حسم الموقف تماما. عبد الله العنزي في مرماه، ونواف العابد الآن أمام فرصة تاريخية للهلال. ركلة بيبي العابد، نواف، البطولة للهلال، يا سلام، الزعيم كمان وكمان، الزعيم يحطم كل الأرقام، الزعيم يتوج بالبطولة السادسة على التوالي كرقم قياسي فريد من نوعه، والبطولة رقم 12. مبروك يا الهلال، مبروك يا الزعيم، مبروك يا الموج، مبروك لمحبيه لعشاقه. حتى في أسوأ مواسمهم يأبى الزعيم أن يخرج بدون بطولة، بركلات الترجيح توج على حساب شقيقه نادي النصر، واعلن من خلاله عن تتويجه بطلا للبطوله رقم 38 لبطولات كاس ولي العهد في النسخه رقم 38، ويتوج بطلا للبطوله رقم 12، ويعلن عن فوزه بالبطوله السادسه على التوالي، وينفرد الكابتن محمد الشلهوب ب25 بطوله في تاريخه كلاعب، و10 بطولات لكاس ولي العهد. ولكن في الجانب الآخر ما قصرت يا نصر، فعودتك أثرت المسابقة، عودتك عودة فيها هيبة، فيها جمهور، فيها تاريخ يا نصر. عدت والعود أحمد، البطل سيكون في النهاية واحد، والواحد هذا هو الهلال الذي توج بالبطولة. من القلب أيها الأحبة الكرام نبارك للهلال، ومن القلب أيضا نطيب خاطر النصراويين ونقول لهم أديتوا ما عليكم وفعلتوا كل ما عليكم وأثريتم هذه البطولة. شكرا لجماهير الزعيم، شكرا لجماهير